تفتكر ان ده ممكن؟ لا هي الفكره هو انا عايز اقول هو زي ما بيقولوا الاستاذ هو ان المال هو سبب الموت اللي بيحصل في العالم. ممكن لو بقى كلها ما فيش قد الحروب اللي تمت من اجل المال. لا فعلا انا عجبتني القصه دي، يعني هو ارسل لي اكتر من قصه على الفيسبوك عجبتني دي. قريب الاشتراكيه بخصوص الراجل اللي دفن مع امواله ده. صعب جدا. بس هل فعلا ممكن نعيش من غير اموال فعلا؟ ممكن. كنا عايشين زمان بالمقايضه بتبادل السلع والمنافع من غير حكايه الفلوس. الخطوره الافكار الهدامه مش الاموال. الخطوره للناس اللي فاكرين انهم في طريق الصح وهم بيهدوا نفسهم. ودي ذكرت في سوره الكهف. هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هي دي الكارثه اللي بتعيش مصر احيانا. يعني دكتور ابو بكر الصديق بيقول ان الافكار الهدامه اخطر من المال، لان لو في مال وفي افكار صالحه كان ممكن ودي وكستنا دلوقتي والعياذ بالله. يعني انتوا عارفين احنا فين؟ احنا في ابتلاء، ولكن لابد ان نصبر لان ربنا عاوز يعلمنا حاجه. ده وجهه نظري طبعا. بيقول لنا انت فرحت بالثوره وده عطاء مني وده صح. طب بس مش انتوا بقى اللي تقولوا امتى يتم الفرح والنجاح، انا اللي اقول. ولذا احنا في ابتلاء ونأمل من الله بالدعاء ان يرفع عنا البلاء. شكرا. صحيح. لو كان الفلوس يعني حاجه يعني مش كويسه، ليه عندنا بيت المال؟ يعني التعبير بتاع بيت المال في الاسلام هو بيقول ان المال ده حاجه مهمه، ولكن الافكار اللي وراء تحريك هذا المال عباده المال. الانسان غسل الاموال زي ما نقول مثلا. الانسان اللي بيعبد المال يعيش عشانه. يعني زي ما في القران ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده. يعني هنا حصد المال لمجرد الاستمتاع بحصده. طبعا موجودة عند في القرآن زينة الحياة الدنيا المال والبنون. ذكر المال قبل البنون. طريقة استخدامه. عموما الفكرة بتاعت اسلام شاهين الحقيقة عجبتني جدا يعني جدا، لانها غير مباشرة لكن حطت في ايدها على سوء استخدام الموارد المالية. جميل فعلا. شكرا يا اسلام. طيب يا ترى حنان